السلام عليكم ورحمه الله. كنسلم على جميع متتبعات قناه مريم. اليوم ان شاء الله بغيت نوريكم الطريقه ديال كيفاش تلصقوا يعني مرمى ديال الجوغره. هاي كما كتشوفوا انا فصلته، يعني فصلته من قبل. هنايا خليت ديجا واحد ونص ديال التكفيفه. غادي نحسب هنايا، يعني انا هذا العمل درته غير بغيت نوريكم شنو درت باش ملي نجي نلصق المرمى تكونوا فاهمين. دابا هنايا حسبت الوسط ديال المرمى ديالي، يعني ملي كتحسبي من هنا حتى لهنا عندي 6 سنتيم، يعني الوسط 3 سنتيم. زيديها لهاد العبار، يعني التكفيفه الاولانيه هنايا فين غادي نلصقوا المرمى غادي تكون عندنا العبار ديال المرمى ديالنا، النص ديال العبار ديالو في كل جهه. يعني كما عندي 3 سنتيم في هذه الجهه، كذلك الجهه الاخرى غادي تكون فيها 3 سنتيم، من غير 1 سنتيم ولا 1 ونص ولا 2 على حسب كل واحد شحال خلى ديجا في التكفيفه. المهم 1 سنتيم على العموم، كلشي كيخلي 1 سنتيم. غادي نكفف. انا حسبتها، يعني ها هي خليت هاد العبار ديالي هي 4 ونص. انا هاد 4 ونص راه سيتها بالطباشير. غادي نكمل التكفيفه ديالي، نبعد غير شي شويه ومن بعد نحبس، يعني باش نوريكم ماشي نكفف حتى لتحت، نكفف تقريبا حتى الوسط. يعني هذا العمل وريته لكم هكا باش تعرفوا ملي نجي نقطع الثوب ما تقولوش كيفاش درت حتى قطعت الثوب ولا. يعني كل واحد والاشتغال، الطريقه ديال الاشتغال ديالو. يعني كاين الاخوات اللي كيخليو التلصق ديال المرمى هي الاخرى، يعني كل واحد بالطريقه ديال الاشتغال ديالو. انا كنلصقها هي الاولى، من بعد ما لقيت هذه الجهه ها هي غنجي نلاقيو الجهه الاخرى نوريكم الطريقه كيفاش عملت. يعني انا شديت هذا الخيط الاول هنايا، في المرمى ديالي، دخلته هنايا من بين الثوب، زدته ودفنته، يعني عقدته باش ما يتسربش لي، يعني باش ما يديرونجيكش. اول خيط اللي كتكوني خدمتي فيه يعني كيكون واحد الجهه كتبغي تحل، ديك الجهه خصك ضروري ما تدفنيه، يعني عاد تبداي الخدمه والا غادي يديرونجيك. غادي نجيو هنايا غنثبت هاد الجهه بعدا كاين بعد فنيته، نثبت هاد الجهه بحال هكا. نجي غنشد الجهه الاخرى نثبتها بعيده شي شويه بحال هكا باش تخلي ليا مسافه بحال هكا. نثبتها فنيته. انا الخيط برمى على 2 شعرات، حيت غادي نخدم به من بعد لتحت، غادي نخدم به 2 شعرات باش يعني حيت العقيقه صغير، يعني عندي عقيق رقيق هنايا. نبدا من هاد الجهه نشد هنايا في الثوب، هنايا في القنت، ندير غرزه في الثوب هكا. كما قلت لكم هاد الجهه دابا ما غاديش يوقع ليا المشكل. قبيله في الجهه الاخرى كان مشكل، يعني كان عندي واحد مشكل انه هاد الخيط هذا كيبغي يتسرب، يعني العقيق ما عرفش. المهم هذاك هكاك غادي يوقع لكم كاملين. يعني الجهه اللي كتشوفيها كيتحرك فيها العقيق تبتي هو الاول هذا الخيط هذا. دابا هذه ما غاديش تحرك، ها نتوما كتشوفوا يعني ما كتحركش هاد العقيقه. المهم هادو الاخرين ممكن تحادهم بحال هكا حتى تثبتوهم مع الثوب. غنجي نشد دابا هنايا، نشد غرزه هنا بحال هكا، نقربها عند الغرزه اللي شديت في الثوب بحال هكا، يعني نبقى غاديه. يعني هاد البلاصه كتكفف على برا الدوره ديال تكفف لبرا تاع يعني لوجه الثوب. هاد الدوره ديال التقويره، يعني فاش غادي تلقم، فاش غادي تشد الكول، فاش غادي تشد عفوا رقب، كتكفف على برا. دابا نبقى نشد غرزه هنايا وغرزه في الثوب بعد هاد الفنيته.
يعني غرزة في الخيط وغرزة في الثوب بحال هكا. يعني انا بديت من الفوق باش نوريكم الطريقه، يعني هاد الطريقه مزيانه الصراحه، كتفينا بها الجلب وكتجي جلابه زوينه، ما كتضربيش مع ديك التقويره. تقدر تخسريها الجلابه بالنسبه للمبتدئات، يعني يقدر ما تعرفش تصوفي راسها، يعني هكا احسن. يعني كما قلت لكم، يعني غادي نوريكم ان شاء الله كيفاش غادي تحلوا الصدق بهذه الطريقه هكا. بقى ما غادي دابا معاه بحال هكا حتى لتحت كما كتلاحظوا. راني قربت نكمل، يعني نوصل هنايا اخر حقيقه هكا. يعني بقيت غاديه بنفس الطريقه اللي وريتكم، كنشد غرزه في الثوب وغرزه في المرمى، يعني ملاقيه عاديه. نتوما بغيتو تخدموا يعني ديال واحد ولا ديال واحد ولا ديال زوج، اما انا خدمت غير ملاقيه عاديه ديال الحبيك. الخيط قرب يتقاضى هكا. هكا نشد هنا ونشد هنايا، يعني اخر ضربه هنايا فوق الخيط. دابا اش غادي ندير؟ دابا انا اصلا ديجا كما وريتكم لصقت هنايا، يعني الجهه الاخرى حتى هي لاقيتها هادو. غادي نحيد هاد الفنايات هكا وغادي نجيب مقص، نقلب الثوب ديالي بحال هكا. يعني نفس الشيء غنديرو الجهه الاخرى. غنجيب المقص وغادي نقطع النيشان، يعني غادي نقطع النيشان من هنا اللي كان باين لكم. غنقطع من هنا نيشان مع اخر غرزه ضربتها، يعني اخر غرزه هي هذه. غادي نقطع حتى نوصل ليها هكا نيشان هكا. من بعد ما قطعت كما وريتكم انا جبت يعني درت خيط في الابره، خيط عادي باش ندير هكا. يعني هاد البلاصه غادي نطويها هكا، نطويها على هاد الشكل ونشد بالابره هكا، نشد بالابره هكا. يعني غادي نخيط على هاد الشكل، يعني غادي نديه على هاد الشكل غنخيطو حتى لقيت ما نوريكم كيفاش. صافي يحد هنا وغادي نحبس، يعني حتى هنا هكا كما كتشوفوا جات بحال هاد الشكل. يعني نفس الطريقه غنديرها الجهه الاخرى. غادي نبدا نخدم، يعني غادي نشد هنا في الثوب. دابا شديت هنايا اخر ضربه شديتها في الخيط، غادي نجي نشد هنا في الثوب هكا. غرزه تكون شويه طويله. المهم دابا غنبدا نشد غرزه طوال بحال هكا.
ونشد هنا تحت العقيقة، يعني نشد هنا بحال هكا، ونجي نشد هنا غرزة طويلة كما قلت لكم بحال هكا. دائما نقربوا هكا، شدو هنايا في الثوب، نقربوا العقيقة ديالنا، نشدو هنا نشدو تاني هنا، يعني هاد الخيوط غادي تدفنو في الاخير. شدو هنا بحال هكا، وندفع العقيقة ديالي ها هكا بهذا الشكل. نجر هاد الخيط اللي فيه هاد العقيقة، ونجي نشد تاني هنا هكا، نجمع هاد الخيوط كاملين هكا، نشد هنا ندفع هذا هاد العقيقة، ونشد هنا ونجي نشد هنايا هكا، نشد هنا اخر غرزة هنا، كما كتلاحظوا من بعد ما دفنت الخيوط راه كتجي بحال هكا، كتجي مقاده. انا غنوريكم الطريقه كيفاش درت حتى دفنت الخيوط. كانوا في الاول بحال هكا كما كتلاحظوا، يعني كانوا مجموعين في واحد الجهه، يعني مجموعين هكا، ما خصهمش يبانوا، ما خصهمش يبقاو بحال هكا، خصهم يدفنوا باش تبقى لك يعني الخدمه مفينيه بحال هكا. غنقلب باش نوريكم الجهه اللي دفنت فيها الخيوط. ها هي، يعني هاد الجهه هي اللي دفنت فيها الخيوط، راهم مفينين بحال هكا، هما كل واحد خرجته. يعني كتشديه هنايا
كتخرجيهم نتفهم يعني خرجهم هكا، نخرجهم وسط الخدمه يعني اللي خرجته ندخلو هنا في الثوب. اللي خرجته ندخلو هنايا في الثوب بحال هكا ونعقدو هنا حتى كنكملهم كاملين يعني بنفس الطريقه ونقطعهم. يعني هادو مازال ما قطعتهم، غنقطعهم دابا يعني غنوريكم مازال كيفاش غادي تجي في النهايه، كيفاش تقادو ديك في يعني مازال ما كملنا. يعني نخرجوا كاع هاد الخيوط ما نخليو حتى واحد وندخلوه في قبلت فين كان هكا ونعقدو باش ما ننساش، نعقدو مزيان باش ما تحلش ليا الخدمه هكا. نخرج الاخرين المهم انا غادي نكمل بنفس الطريقه، يعني نخرج كاع الخيوط وندخلهم هنايا ونعقدهم في الاخر نرجع نوريكم. من بعد ما دفنت الخيوط ديال هنا حتى هو قطعتهم، يعني غادي نقلبو باش نوريكم من هنا كيفاش غادي يكون. يعني هنا كما كتشوفوا دابا غادي نجي ندير لهنا بحال هكا، طيب بحال هكا، طيب بحال هكا، نمشي نيشان حيت لتحت راه منبله انا اصلا مكفه. يعني دابا غادي نجي غير هنايا وندير ليه هكا ونشدو بحال هكا، نمشي مع نيشان حتى لتحت. يعني هنا اللي غادي ندير فيه الملاقيه اللي بغيت. من بعد ملي كنلاقي يعني ملي كندفن الخيوط كاملين بحال هكايا كنجي هنايا كندير هاد الملقيه ديال عقيقه وحده. راه وريتها لكم ديجا في واحد الفيديو، راه غادي نخليها لكم الفوق بالنسبه للاخوات اللي ما عرفوش ليها. هاد الملقيه ديال واحد العقيقه كتجي بحال هكا، درت 10 العقيقات في هاد البيج ودرت عاد 5 في هاد الكرونه هكا حتى لتحت. يعني هذه باش لقيتها ملي كتجي بحال هكا بقى لي تقب ان شاء الله نوريكم الطريقه. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا يعني وبلا وما تخلعكمش. هذه يعني راه ساهله هاد البلاصه ودوك الخيوط اللي كتشوفوهم مجموعين وملي كتدفنوهم راه كتبان لكم الخدمه مفينيه وقاده يعني. وبالنسبه للداخل كتجي بحال هكا. يعني وريت لكم كيفاش انا كندير، كنحل نص السطق بهذه الطريقه كتجيها من الفوق كتجي يعني مقاده عادي يعني بحال الاخرى بحال نص السطق بالراندا. يعني ممكن ديري نفس الطريقه الا بغيتي تخدمي الراندا ديالك من الفوق، يعني نفس الطريقه ممكن تحلي بها نص السطق عادي يعني كتجي بحال هكا. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في الطريقه. بقى هذا الخيط هو الاخير اللي كنبقى في وسط جوج عقيقات هادو الاخيرين غادي ندفنوه حتى هو. ها هو غادي ندفنوه ونعقدوه ونقطعوه يعني باش تفينا لينا الخدمه كامله. السلام عليكم ورحمه الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.